دواعي السفر بوابة أمير عيد الجديدة للتمثيل وسبب تصدره الترند. اتصدر مسلسل دواعي السفر الترند على السوشيال ميديا بعد عرض 4 حلقات منه على منصة واتش، فقدر المسلسل يحقق نجاح كبير ما بين المتابعين والجمهور ويكون بوابة أمير عيد الجديدة للتمثيل. بيحكي المسلسل عن شاب اسمه علي بيلعب دوره أمير عيد، بيعاني من الاكتئاب بعد وفاة والده وبيحاول ينتحر علشان يروح وراه. أما جاره القبطان إبراهيم بيلعب دوره الفنان كامل الباشا اللي بيعاني من الوحدة والفراغ بعد ما بنته سافرت برا مصر، وبيتلقى مصير الاتنين مع بعض في خط إنساني علشان يساعدوا بعض على تخطي الوحدة والاكتئاب اللي عاشوا فيه. وقدر أمير عيد من خلال دوره في المسلسل يحقق نجاح كبير في مشاركته التانية كممثل بعد مسلسل ريفو، خاصة بعد ما قدر يقنع المتابعين بدوره وإنه فعلا بيعاني من الاكتئاب. فكتير من المتابعين والجمهور شافوا إن أمير هيكون له مستقبل في التمثيل، خاصة بعد ما نجح في دوره في مسلسل ريفو ودلوقتي نجح كمان في مسلسل دواعي السفر. قول لنا إيه رأيك لو شفت المسلسل، وهل شايف فعلا إن أمير عيد هيقدر ينجح في التمثيل؟